السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدين ومتابعين قناة أسعار الماعز البوب. دعمونا باللايك واشتركوا في القناة وصلوا على النبي في التعليقات. الفيديو ده يا جماعة إن شاء الله يعني في 3 حاجات. أول حاجة في شحنة جات من جنوب أفريقيا، تمام. هنسيب لكم رقم الحاج علاء الغباشي، تمام. وهنشوفوا حاجة من الشغل برضه، بس الكلام ده هيبقى في آخر الفيديو عشان ما تاخدوش وتيجي طالعين من الفيديو. على طول. المهم بقى، وفي ان شاء الله اللي هنعرفه مع بعض ازاي نفرقه بين الجيل الاول والجيل التاني والتالت، وازاي لو حد عنده ذكر دم كامل يوصل لنتيجة كويسة. وفي برضو الاعمار بالسنان. قصة الاعمار بالسنان دي يا جماعة انا مركز عليها لان في ناس ياما بتتغش بسبب ان هو مش عارف الاعمار بتاعت السنان. ويلا بينا نشوف. بص بقى يا عزيزي المشاهد، كوبايه الشاي الحلوه بتاعتك كده، تطلع لك سيجاره، مع ان السجاير بقت غاليه بس مش مشكله، اطلع لك سيجاره يا عم عشان الفيديو الحلو ده، تمام. وعلى مهلك كده، و بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه معانا هنحاول نفهم مع بعض يعني ايه جيل اول وجيل تاني، وازاي نقدر نوصله لاحلى نتيجه، تمام. زي ما حضراتكم شايفين كده، بص معايا بص معايا على الصوره من على اليمين. ده ذكر دم كامل اللي هو بالاحمر ده يا جماعه. اللي بالرصاصي ده يعني اي نوع، تمام. هيدينا اللي هو F1 اللي هو على الشمال، على اليمين يا جماعه، معلش. هيدينا F1 ده، تمام. ده نسبته تبقى 50%. ده سواء بقى ذكر ب200,000، سواء ذكر ب50,000، سواء ذكر ب15,000. ذكر دم كامل هيدينا اول جيل 50%، تمام. هناخد احنا بقى ال50% ده النتاية طبعا. نجوزوها للذكر اللي هو الجيل اللي هو الدم الكامل ده، هيدينا كام؟ 75%، اللي هو بالازرق ده يا جماعة. هناخده ال75% النتاية طبعا، عشان محدش يقول لي انت قلت الذكر في الاول هنجوز الذكر للذكر، ما ينفعش يا جماعة، تمام. هيدينا كام؟ 87.5% اللي هو بالاخضر. وقيس بقى على كده بقية اللوحة، على اساس ان انت تفهم بقى الجيل الاول والتاني والتالت والرابع والخامس والسادس، تمام. ده في حالة ان انت بتاخد النتاية بتجوزها لدم كامل 100%. برضو يا جماعة الافضل ان احنا يبقى عندنا ذكرين دم كامل. فالناس هتقول لك ازاي؟ طب احنا مش عارفين نجيبوا ذكر اولا يعني. هنقوله ان لازم يبقى انت ليك اخ واتنين وتلاتة في المجال، بحيث ان انتوا ممكن تبدلوا الذكورة مع بعض. تجديد الدم ده يا جماعة بيخلي الصحة بتاعت المواليد كويسة. غير كده نسبة المجاوز بتبقى حلوة. غير كده كمان ممكن يكون الدم ده غير خط الدم ده، فبيدي طفرات احسن باذن الله. انا برضو يا جماعة قلت الكلام ده في عجالة كده، لان انا مش من هواة ان الفيديو يطول، بس يعني هنحاول مع بعض ان احنا نقصره الفيديو. قولوا لي انجز بقى يا ابو ادم، عشان انت كده بتطول الفيديو. فيلا بينا نشوفوا بقى موضوع الاعمار. انا جايب لكم صورة هيات كرتونية، عشان خاطر الناس بتقول لك احنا منظر مقزز والسنان والحاجات ديت، صورة يعني ايه نتعلموا عليها، تمام. عشان احنا معانا سيدات ب100 راجل، يعني الست تحية مني للستات او البنات اللي بيتفرجوا، والرجالة طبعا عشان انا عارف الرجالة هيقولوا الحكاية والرواية، بس ماشي. ان الست تتفرج على حاجة زي كده وعايزة تتعلم وعايزة تفيد نفسها، او يكون جوزها مثلا حابب يخش في مشروع زي كده، وهي برضو بتذاكر معاه او بتعرف معلومة ان هي توصلها له، ده تحية ليهم كبيرة جدا جدا جدا. نرجعوا لمرجوعنا بقى يا جماعة، انا مطول في الفيديو ده بقى، انت زهقان اقعد يعني وراك ايه، اتفرج على الفيديو لحد الاخر. اول حاجة من فوق دي انا منشاور، خلي بالك بس انت مش واخد بالك، تمام. ديت اللبانه، بيبقى السنه من قدام كده، دي واخده فرق بسيط، بس يبقى كل السنان مع بعض. اللبانه يا جماعه والقاف الجديد بيبقوا شبه بعض، بس احنا بنحاول نفرق بينهم بالنسبه للحجم والشكل. الشكل العيل الصغير غير اللي هو اللي سنه كبير. اول شكل من فوق ده اللبانه او اللي لسه مولود. تاني شكل برضو ده اللبانة، بيبقى السنان كلها متساوية بس بيبقى فيها فروق. الفرق اللي في النص ده اللي هو في أول الصورة من فوق ده رائع. الصورة اللي بعديها دي كسر جوز،
او كسر جوز، اللي هما السنتين اللي في الوش دول بيبقوا كبار. اللي بعديها الاعمار بقى مكتوبة قدام حضراتكم كده، يعني الاولاني ده لسه مولود، التاني لحد 10 شهور، التاني لحد سنتين، التالت لحد 3 سنين، الرابع لحد 4 سنين عفوا. ف جوز واربع سنان وست ايه كسر ست. تمام. بعد كده بيجي عندنا، يعني احنا كده حاولنا نبسطه للمشاهد عشان ما يتوهش. هو الموضوع بسيط خالص يا جماعة، بس هو عايز شوية تركيز. تمام. دي المزرعة ان شاء الله اللي احنا هنقوله الرقم بتاعها، وصل لها ذكور دم كامل ونتايات دم كامل، وهنسيب لكم الرقم بتاع الاستاذ علاء غباشي. ده اللي لسه احنا بنقوله يا جماعة، ان في ستات كتير بتبقى حابة مجال البور ده. ربنا يبارك لكل واحدة يعني واقفة جنب جوزها وعايزة تساعده، واقفة جنب نفسها، وربنا يغنيها بالحلال ويسترها علينا وعلى بناتنا وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. خلي بالكم يا جماعة، موضوع ان يخش دم جديد ودم كامل البلد ده بيبقى خير للكل، لان اولا الدم الجديد ده يا جماعة بياخد مكان الدم اللي موجود حاليا، فبتلاقي الاسعار بتاعت الدم الكامل نزلت. غير كده خطوط الدم لما بتبقى اكتر من خط، ده بيخلي الطفرات اعلى، وبيخلي الانتاج فيه وفرة وفيه حجم كويس وفيه مستوى كويس ان شاء الله. انا متوقع وعن قريب يعني في خلال 5-6 سنين يعني بالاكتر، الجيل التاني والجيل التالت والكلام ده مش هيبقى موجود زي حاليا، وممكن ما يبقاش موجود خالص، لان ما شاء الله يعني المعز البور الناس اللي فيه مهتمية ان هي تطلع سلالات كويسة. هو يعني احنا لو نتكاتف مع بعض اكتر من كده هيبقى المستوى اعلى من كده، بس احنا برضو المستوى اللي احنا وصلنا فيه بالنسبة للبلد مش وحش. الاول اي حد عايز يعرض معانا على القناة تحت امره، رقم التليفون للتواصل 010-696-7732. هيبعت لي على الواتس فيديو للحاجة اللي عنده عايز يعرضها. العرض مجانا يا جماعة ان شاء الله. الفترة الجاية ديت في مزارع برضو هتفتح عندها مفاطيم ان شاء الله، موسم بيع يعني للمفاطيم بتاعهم. فان شاء الله يعني هيبقى في عروض معانا كتير جدا يعني. بصوا بقى، انا جايب لكم الرقم بحاله بالبوست بالايميل كمان. تمام. حبايبنا اللي كانوا بيدوروا على الدم الكامل، اديني جبت لكم حاويه كامله اهيت من جنوب افريقيا. ربنا يبارك لصاحب المال ويبارك لصاحب النصيب. متنسوش تدعمونا باللايك وتشتركوا في القناه وتصلوا على النبي في التعليقات، وانا بشكرك لانك وصلت لاخر الفيديو مع طوله.